السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم فيديو جديد وهو مشترياتي من رنين. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو للاخر علشان هقول لكم شوية ملاحظات فيه قبل ما تشتروا من هناك، علشان ما تقعوش في الغلط اللي انا كنت هقع فيه. ولو لسه اول مرة تشوفوا القناة ولسه ما اشتركتوش فيها، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بعمله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. وهوريكم دلوقتي الحاجات اللي جبتها وهقول لكم سعرها كان ايه وجبتها بسعر ايه بعد الخصم. اول حاجة جبتها هي دورق كده كريستال اكليريك، ده 2 لتر. جبته بسعر 85 جنيه. هو كان سعره قبل الخصم 109 جنيه. ده كده شكله. عايزه اقول لكم هو شكله حلو واللون بتاعه كمان عجبني، لان هو لايق مع الالوان عندي يعني بتاعه الانتريه كده. فحبيت اللون بتاعه ده فجبته علشان يبقى لايق كده على الالوان عندي. هحط فيه ميه او هحط فيه عصير فهيبقى شكله كده حلو في التقديم. في منه الوان تانية هناك، وكمان موجود اللي معاه كوبايات. جبت كمان الصينيه دي مقاس 28، كان عليها عرض ب100 جنيه بدل 140. فكانت حلوة بصراحة، عرضها حلو وتقيلة مش خفيفة ان هي يعني تتني بسرعة. وجبت كمان في عرض ال100 جنيه قالب الكب كيك ده. ده شكله كده، وكمان معاه القوالب الصغيرة السيليكون. ده سعره 100 بدل 145 جنيه. انا لسه طبعا ما جربتوش، بس سألت واحدة كانت بتشتريه هناك. قلت لها ما تعرفيش النوع ده هيبقى حلو ولا لا؟ فهي قالت لي ان هي جربته وان لا ما بيلزقش فيه، وقالت لي ان هي كمان كانت جاية علشان تاخد واحد تاني. فانا جبته يعني على ضمانة كلامها ان هو ما بيلزقش فيه. طبعا انا لسه برضو هجربه وهقول لكم طلع معايا حلو ولا لا. جبت كمان الطقم الاطفالي ده 2 قطعة كده، التيشيرت بتاعه مع الشورت. كان عليه عرض ب100 بدل 185. هو قماشته كده ناعمة، يعني التيشيرت قماشته ناعمة، هو خفيف شوية لكن مقارنة بسعره فهو كده سعره حلو. هقول لكم على حاجة تاخدوا بالكم منها لان حصلت معايا بخصوص الطقم ده. طبعا زي ما وضحت لكم ان هو سعره ب100 جنيه بدل 185. فكان هناك مكتوب ان في عرض عندهم ان انت لو خدتي قطعة هتاخدي القطعة التانية ب20 جنيه. فانا قلت تمام ده حلو قوي، هروح ان انا اجيب القطعة تانية على القطعة دي، فكده هاخد الاتنين هيبقوا ب120 جنيه. فخدت قطعة تانية وقلت برضو اما اتأكد واسأل المسؤول بتاع القسم، قلت له انا كده خدت قطعتين هيبقوا كده ب120 جنيه. قال لي لا، ان هو لما بيكون في عندهم عرض زي كده، يعني بصفة عامة لما بيكون في عندهم عرض ان انت تاخدي مثلا القطعة التانية بتخفيض معين، القطعة دي بترجع لسعرها الاصلي. قلت له يعني كده هتبقى ب185 جنيه؟ قال لي اه، يعني انت كده هتاخديها بره العرض ب185 جنيه، يعني انا كده هاخد الاتنين هيقفوا عليا ب205 جنيه. قلت له طب وهو كده فين العرض؟ يعني انا كده مفيش عرض يعتبر. ما انا لو خدت كل قطعة لوحدها ان القطعة واقفة في العرض ب100 جنيه هاخد الاتنين ب200 جنيه، يعني انا كده يعتبر ما وفرتش. فانا عايزاكم تاخدوا بالكم من حاجة زي كده، وقبل ما تجيبوا من هناك لا انتوا اتأكدوا واسألوا. وانتوا برضو عند الكاشير اتأكدوا واسألوا، لان انا هقول لكم برضو حصل معايا موقف ايه تاني بخصوص برضو لعبة اطفال. لما هوريها لكم هقول لكم ايه اللي حصل معايا برضو في الموقف ده. فانتوا لازم تخلوا بالكم كويس قوي من موضوع العروض والاسعار دي. جبت كمان طقم مغناطيس التلاجة ده على شكل الأذكار بتاعة الصباح. كان عليه عرض ب26 جنيه 35 قرش، يعني يعتبر ب26 جنيه ونص بدل 31 جنيه. ده كده شكله هو 11 قطعة، يعني هو شكله حلو بصراحة. انا كنت بدور عليه بقالي فترة فكويس ان انا لقيته هناك فجبته، والسعر بتاعه كويس. جبت كمان الحصالة دي حصالة التحدي، جبتها تحدي 5000، كان فيه هناك ال1000 وال5000 وال10000. فقلت خير الامور الوسط، فجبت اللي هي التحدي ال5000 دي كان سعرها ب51 جنيه بدل 60 جنيه. تمام، انا هقول لكم الفكرة بتاعتها برضو علشان تبقوا انتوا عارفينها. هي بيبقى فيها كذا فئة من الفلوس، انت الفلوس اللي انت بتحطيها بتعلمي عليها
ولما تخلصي تعلمي على كل الارقام دي يبقى انت كده خلاص خلصتي التحدي بتاعك. هتبداي ان انت تفكيها، بيبقى فيها كده 2 مسمار بتفكيهم، وبعد كده بتاخدي الفلوس وتركبيهم تاني عادي وتستخدميها تاني. هي عجبتني الفكرة بتاعتها، يعني بصراحة فكرتها حلوة وتشجيعية، فان شاء الله يعني نحوش فيها. جبت كمان المنظم ده بيتعلق كده في الضلفة بتاعة المطبخ. ده ما كانش عليه عرض، جبته كان سعره 63 جنيه. جبت كمان الجوانتي ده للتنظيف، ده كده 2 قطع مع بعض، الجوانتي ومعاه القطعة اللي شبه الفوطة دي اللي بتنضف بيها. ده كان ب36 جنيه، هو ما كانش عليه عرض. وهوريكم شكله من جوه كده، هو بيكون متبطن من جوه بلاستيك. ده كده شكله. لسه هشوف التنظيف بقى بتاعه هيكون عملي ولا لأ، وهقول لكم برضو بعد ما اجربه هيطلع حلو ولا لأ. جبت كمان الفرش دي كده 3 فرش مع بعض بتوع تنظيف البوتاجاز. دول سعرهم ب21 جنيه، دول برضو ما كانش عليهم تخفيض، ده كده سعرهم. اول مرة هجربهم لتنظيف البوتاجاز. انا دايما اسمع ان هم حلوين، لكن انا بصراحة دايما كنت بنظف البوتاجاز بسلك عادي. جبت كمان الفرشة دي الفرشة بقى بتاعت الازايز او للببرونة. دي فرشة سيليكون، هقول لكم سعرها كان كام. دي ب21 جنيه، دي برضو ما كانش عليها عرض، ده كده سعرها الاساسي. هي دي افضل من البلاستيك، انا كان عندي البلاستيك واتكسرت مني على طول، يعني ما كنتش استخدمتها كتير، فدي افضل منها كتير. جبت كمان اللعبة ده حصان كده جلد، ده بيتنفخ بقى عند بتاع العجل. ده كان عليه عرض ب235 بدل 412. بخصوص اللعبة دي فانا في برضو موقف حصل معايا تاني هقول لكم عليه. كان في عندهم عرض في اليوم ده على قسم الالعاب، ان انتي تشتري قطعة وتاخدي القطعة التانية بخصم 90%. فانا قلت طبعا ده عرض كويس جدا، بدل ما انا اجيب لعبة هجيب لعبة تانية. وطبعا هو انتي بتتحاسبي على السعر الاكتر، يعني بتتحاسبي على سعر اللعبة الاعلى. قلت مفيش مشكلة. كان في هناك الخيمة اللي يبقى فيها الكور دي، بس هي ما كانش معاها الكور، كانت خيمة لوحدها، كان سعرها 600 وكسر، يعني مش فاكرة الكسر بالظبط كان كام. المهم انا قلت خلاص انا هجيبها مع دي، وهم الاتنين يشيلوا من سعر بعض، انا كنت مستغلياها بالسعر ده. فانا قلت خلاص بما ان القطعة التانية هيبقى عليها الخصم 90% ده، فهيشيل سعرهم بعض، يعني بالنسبة لي برضو ان انا كده هبقى بوفر. فخدتها وقلت برضو ان انا اتأكد من عند الكاشير قبل ما احاسب عليها، هو انا فعلا هستفاد بالعرض ده ولا لأ. لقيته بيقولي ان لأ، الخيمة دي خارج العرض. يعني انا كده كنت بدل ما هدفع القطعة التانية بخصم 90%، لا انا هاخد كل واحدة بالسعر بتاعها. فانا برضو قلت اقول لكم المعلومة دي علشان انتوا برضو تاخدوا بالكم، لان ممكن برضو وارد ان واحدة تكون مثلا جايبة حاجات كتير، او جهاز مثلا عروسة ما تاخدش بالها، ما تراجعش تاني الفاتورة وراهم، تبقى سامعة العرض وخلاص واخدة بناء على كلامهم وبناء على التخفيض اللي هم قالوا عليه. فانتوا خلوا بالكم وتراجعوا العروض كويس قوي. وتعرفوا ان كمان هم لما بيكون عندهم عرض والقطعة التانية عليها تخفيض معين، ان انتوا القطعة دي بترجع لسعرها الاساسي، يعني انتوا مش هتستفادوا بالخصم مرتين على الحاجة، او العرض ده مش هتستفادوا بعرضين مع بعض، هو بيكون عرض واحد بس انتوا بتختاروه. ودي كده كانت مشترياتي. اتمنى ان انتوا لو عجبكم الفيديو ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. وما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.